السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة هنتكلم مع بعض عن موقع رفع أنا اعتبرته أفضل موقع رفع في الوطن العربي ككل. وليه؟ هندخل دلوقتي على الموقع وهنبدأ نشرح بالتفصيل ليه هو أفضل موقع رفع من وجهة نظري. تمام. دي واجهة الموقع. أفضل حاجة فيها إن هي باللغة العربية للناس اللي ملهاش في الإنجليزي أو مش بتحب اللغة الإنجليزية. تمام. طبعا هو موقع رفع مجاني الا لو انت عاوز عضوية بريميوم، وهنشرح الكلام ده كله بعدين بالتفصيل. افضل ميزة في الموقع ان هو لو انت مصري، انا هتكلم عن مصر بالتحديد، يعني تقدر تسحب فلوسك فودافون كاش اقل حد ادنى $1، بما يوازي في حدود، يعني في الايام اللي احنا فيها دي حاليا 13 جنيه او يمكن اعلى كمان. تمام. ده الحد الادنى عن طريق فودافون كاش او عن طريق حوالة بريدية، وهتلاقي الكلام ده متوضح في الموقع وهنشرح برضه بالتفصيل. طب هو ازاي مثلا بيخليك ان انت تكسب من خلال الملفات اللي انت رافعها ليه؟ آه الحد الادنى، خلينا نقول مبدئيا الحد الادنى في جميع البلدان العربية ما عدا المملكة العربية السعودية اللي هي السعودية والامارات، بيكون $4 لكل 1000 زيارة وتحميل. اما لو اللي حملوا الملف من السعودية او الامارات فهتاخد مقابل كل 1000 $5. لو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا هتاخد $7 مقابل كل 1000 تحميل. تمام. هنبدأ دلوقت. طبعا التسجيل من هنا، لو انت ما سجلتش بتكتب يوزر نيم وبريد والكلام ده كله، ودي كل طرق الدفع اللي تقدر تاخد بيها ارباحك من الموقع. بيبل وسكريل وبايزا وبايونير وكل حاجة طبعا ليها حد. ما فودافون كاش لو انت مصري، اتصالات يو اي، حاجات كتيرة جدا تقدر ترفع، تقدر تاخد ارباحك بيها. عشان كده قلنا ان ده احسن موقع رفع تقدر ان انت تتعامل معاه، وكمان الشباب اللي عاملينه شباب عربي كلهم. هبدأ دلوقتي اسجل. موقع سهل جدا في التعامل معاه زي ما قلنا، لان بيدعم اللغة العربية لو انت مالكش في اللغة الانجليزية. لو هتقدر تتعامل معاه بالانجليزي تحاول بالانجليزي، بس خلينا احنا نشرح بالعربي عشان يبقى الكلام واصل للجميع. من هنا تقدر تدخل على الاكونت بتاعك وايه بالظبط الحاجات اللي فيه، تشوف تغير الاعدادات، وسائل الدفع. انا ظابطها على فودافون كاش، يعني مفعله خلاص تمام. وتحفظ الاعداد ده ان انت يتم الدفع ليك عن طريق فودافون كاش. نظام الربح ده تعرف تحدد منه. ان تعالى بقى نيجي للحتة الاهم. من هنا تقدر، ده رابط الريفرال بتاعك، تاخد طبعا تاخد نسبة من الفلوس على كل واحد بيسجل من بعديك. نيجي بقى لأهم جزئية وهي بتاعة رفع الملفات. من هنا تقدر ترفع ملف من جهازك ايا كان حجمه، تختار الملف وترفع على طول من دون اي قيود. تقدر ترفع ملف تورنت، تقدر ترفع عن طريق FTP. لذلك انا قلت ده افضل موقع تتعامل معاه يكون موقع رفع. الموقع عجبني جدا، انا لسه عارفه من فترة قليلة مش من زمان. جربت رفعت عليه حاجة، هحط لكم اللينك بتاعها تحت. هي لعبة ترافيك ريسر اخر اصدار متهكرة. هنجرب فيها بعد كده يعني التحميل. دي التقارير بتيجي هنا في المنطقة دي، بيبقى مكتوب فيها كام عدد داونلود، ارباحك كام، الزيارات وكده. ده لو عايز تعمل هنا تعمل ابديت للعضوية بتاعتك او ترقيها بمعنى صح، ايام معينة وكده. نيجي هنا الجزء ده اللي هو برنامج رفع الملفات. هم عاملين برنامج صغير وهنشوفه دلوقتي برضو، تقدر من خلاله ترفع بدل ما تفتح الموقع وترفع، وكل الحاجات اللي هترفعها هتلاقيها في الاخر في الاكونت بتاعك هي. تمام. هنا الطرق بتاعة ربح الاموال يعني، وهم شارحينها بالتفصيل. بيبدأ يحسب الارباح من اول 1 بايت فقط وما اعلى. فايل ابلود، هنا مكتوب فايل ابلود يدفع حتى $7 لكل 1000 تحميل اعتمادا على موقع القائم بالتحميل. بمعنى ان هو بيديك مثلا $7 لو انت مثلا ال1000 واحد اللي حملوا الملف بتاعك ده، وليكن مثلا لعبة او فيلم او مسلسل ايا كان،
بيديك على ال1000 دول، لو كل ال1000 من أمريكا بيديك $7 عليهم. دي بس على سبيل المثال. وزي ما قلنا في أكتر من طرق للربح زي الريفرال وكده. تيجي هنا زي ما قلنا بعد كده الحد الأدنى للدفع في مصر عن طريق فودافون كاش والبريد المصري بالجنيه المصري $1 بما يوازي 13 جنيه مصري. بمعنى ان هو انت لو فلوسك في الاكونت اللي بتعرفها من هنا من المكان ده، لو المبلغ هنا $1 وانت عايز تسحبه، تقدر تسحبه عن طريق فودافون كاش او البريد المصري، وده بيبقى على شكل حوالة بريدية وبتستقبلها عادي وبتصرفها. لو $1 بما يوازي 13 جنيه فما أعلى في الأيام اللي احنا فيها دي بالنسبة للوقت اللي بيترفع فيه الفيديو ده. تمام. عشان كده أنا عامل فودافون كاش، بحيث إن مثلا هجرب أول ما يوصل $1 هجرب أسحبها وأشوف الكلام ده صح فعلا ولا لأ. في طرق الدفع اللي تقدر عن طريقها تاخد الأرباح بتاعتك زي ما قلنا: بايونير، سكريل، وسترن يونيون، ناتريلر، بيبل، بايزا، كل المواقع المشهورة، فودافون كاش، كل الاتصالات زي ما قلنا، امازون المشهور تجيب بها اي حاجة من موقع امازون ايا كان. زي ما قلنا عشان كده ده افضل موقع في وجهة نظري ترفع عليه ملفاتك، فيديوهاتك، صورك، ايا كان الملف اللي هترفعه عليه، وتقدر تحمله بسهولة تامة جدا من غير اي عناء، وسرعته في الرفع كويسة مش وحشة، وارباحه ممتازة. يبقى هو احسن موقع رفع. انا اتعاملت مع اكتر من موقع ومش حاببهم زي ما حبيت الموقع ده في خلال معرفته زي ما قلت من يومين او 3 ايام بالكتير. هنجرب دلوقتي او نعرف طريقة ازاي تحمل منه، وبرضه طريقة سهلة مش صعبة. ده مثلا لينك اللعبة اللي انا قلت عليها من شوية. هتنتظر الكام ثانية دول وتدوس تحميل مجاني فري داونلود لو بالانجليزي. تصبر ال25 ثانية دول يخلصوا وتدخل رمز الكباتشة ده عقبال ما الوقت يخلص. 6 2 0 4. وتدوس إنشاء رابط تحميل. تنتظر 5 ثواني. اضغط هنا التحميل، كليك فور داونلود. كده هتقدر تحمل ويبدأ معاك التحميل. تمام. وهينزل معاك، هيبدأ التحميل وهينزل معاك اللعبة زي ما قلنا. ده على سبيل المثال. اللعبة دي برضو هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. هيجي واحد هيقول طب ايه مكسب الموقع من الموضوع ده؟ يعني انت رافع ملف مثلا وليكن فيديو الناس هتشوفه، انت ايه مكسب الموقع؟ هيديك فلوس مقابل ايه؟ الموقع بيديك فلوس مقابل الاعلانات اللي انت شايفها دي كلها، والاعلانات اللي كانت في صفحة الداونلود دي. مقابل عن كده هو بياخد نسبة وبيديك انت نسبة اللي هو محددها. ودي اكتر نسبة الصراحة شفتها في موقع ربح. انا لحد دلوقتي ما شفتش النسبة دي، ومجرب كذا موقع، يمكن في لينكات قديمة هتلاقوها فيه. ربح ضعيف جدا جدا جدا، بيبقى مثلا 100 سنت لكل 1000 زيارة، لكل 1000 تحميل. فكلام يعني صعبة جدا اساسا عشان تجمعها. نيجي بعد كده للجزئية بتاعة البرنامج. هو ده شكل البرنامج اللي قلنا عليه. واجهة بسيطة، استخدامها سهل جدا. من هنا تختار الملف وتدوس ستارت داونلود وهيبدأ يترفع معاك على طول. تدخل على الاكونت بتاعك على الموقع، هتلاقي الملف اللي انت رفعته في الملفات ايا كان ملف لعب قبل كده. ده باختصار كان شرح الموقع والمميزات اللي بيقدمها لك الموقع وأرباحك والكلام ده. وعلى فكرة في إثباتات للدفع هنا، دي أكونتات ناس اتدفع لها والطريقة اللي اتدفع لها بيها وخد كام دولار والتاريخ والساعة عشان يثبت مصداقية الموقع. الموقع مية جديد من 2013، ولكن كل فترة بيتم تطويره أكتر. هم شباب عربي، أتمنى إن الناس تدعمهم عشان يستمروا أكتر وأكتر من كده في إن هم يطوروا الموقع أكتر. وكفاية إن هم شباب عربي في الأول وفي الآخر، وعاملين حاجة هادفة جدا تفيد الناس في حاجات، في أكتر من حاجة.
واتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت الفيديو لو عجبك ما تنساش لايك وسبسكرايب للقناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.